كل سنة وانتم طيبين. عملت المكشوفة في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان طعمها تحفة. أول حاجة هنا جبت الكنافة، قطعتها وحطيتها في الفرن لحد ما ادتني اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده الذهبي. ضفت عليها العسل. بعد كده هنحضر الحشوة بتاعتها. طبعا حابة تعملها بكريم باستري أو بكريم شانتين. انا عملتها بالكاستر المتوفر عندك. جبت كوبايه وربع من اللبن، ضفت عليهم 3 معالق من السكر، وضفت عليهم 3 معالق كبار من الكاستر وباكو من الفانيليا، وقلبت كل المكونات في بعض ورفعتها كده على النار. طبعا قوامها حلو جدا، مش عايزاها تبقى تقيله. هنا معايا قطع من الفراوله ضفتها عليها. طبعا عجب الفيديو لحد هنا ما تنساش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد. قلبت كل المكونات في بعض. بعد كده اهوت معايا طبعا طبق. اول حاجه حطيت كيس عندك متوفر، كيس ثلاجه، كيس حراري متوفر عندك، وضغطت كده اهوت بالكنافه لحد ما ادتني كده الشكل اللي انتم شايفينه ده. هنا حطيت قطع فراولة الأول، وبعد كده رحت ضايفة فيها الخلطة اللي هي عبارة عن ال الكاستر، وسبتها كده مدة ربع ساعة. هنا بقى كان معايا بواقي طبعا الكنافة والكاستر، عملت كده طبق. هي بصراحة طعمها حلو جدا. ده كده شكلها النهائي، والسلام عليكم.